نشأت فكرة الأفروسنتريك من خلال المفكر الأفريقي الشيخ أنتا ديو ذو الأصول السنغالية في سبعينات القرن الماضي، وكانت الحالة المتعلقة به تكمن في عدد كبير جدا من الإسهامات في التاريخ الأفريقي عموما، اللي جعلت من دولة السنغال تطلق على اسم الجامعة الخاصة بالعاصمة دكارا اسم الشيخ أنتا ديو. المفكر السنغالي أنتا ديو كان ليه نظرية أو أطروحة فكرية مهمة جدا، حاول من خلالها إن هو يتناول عدد من الجوانب المتعلقة بالأصل الأفريقي. الهدف الأساسي من النظرية الفكرية الخاصة به كانت بسبب التميز العنصري اللي سبب معاناة كبيرة جدا له ولشعبه، بالإضافة للاستيعاب الحضاري بالمفهوم الثقافي وليس اللوني، وده يمكن كان اللي بيتبناه دولة فرنسا بالتحديد، مما جعله يتخذ شق مهم جدا في ضرورة وجود أصل أو تاريخ أو قيمة حضارية زنود، من أجل الوقوف على قاعدة يتمكن من خلالها بمضاهاة الغرب. وقد كان في طرحه لنظريتين مهمين جدا. النظرية الأولى كانت تحت عنوان المهدين، وكانت بتهدف للتعبير عن أن المهد الأول للبشرية كان بالتحديد موطنه كينيا، وتفرع بعدها لبعض المناطق المحيطة بأثيوبيا إلى أن وصل لتنزانيا، ومن ثم استمر حتى جنوب أفريقيا. النظرية الثانية فرعونيزم أو الفرعونية، كانت متعلقة أصل الحضارة المصرية القديمة هي بالتحديد من الزنوج، أو أصل المصريين القدماء من الزنوج. حاول يثبت بشكل قطعي تلك النظريات، ولكن قوبلت بالرفض من الجهات المختلفة، سواء بنتكلم من الجانب أو المجتمعات الأوروبية بالتحديد، أو حتى من الجانب الأفريقي ذاته، أو طبعا من الجانب المصري، وده الأهداف أو لأغراض متعددة. طبعا بالنسبة للمجتمعات الغربية أو الأوروبية عموما، حابة أن طبعا تظل هي الرائدة على مستوى الثقافة ومستوى المعارف المختلفة، على الرغم أنها طبعا كل المعارف اللي حصلت عليها كانت وليدة من الحضارات القديمة، ولكن ده غير معلن بالمعنى، اعتمادا طبعا على تطوره بصور مختلفة. ولكن في حالة ظهور أو إثبات النظرية الخاصة بالشيخ أنتا ديو، سوف تظهر بمثابة نزعة ما بين الأفريكان بالتحديد وبين المجتمعات الأوروبية، وده طبعا كان بالنسبة لهم مرفوض بشكل كبير جدا، علشان ما يحققوش مكانة داخل المجتمعات الأوروبية أو مكانة حضارية داخل القارة الأفريقية عموما. وبالنسبة للبلدان الأفريقية اللي رفضت، أو المفكرين الأفارقة اللي هم كانوا رافضين الفكرة بتاعته، ده الأسباب مختلفة، بمثابة استمراريتهم على التقاليد اللي هم نشأوا عليها منذ قديم الأزل والبلدان الخاصة بيهم، فكان صعب عليهم ان هم يغيروا من العرق بتاعهم او من الحالة بتاعتهم او من المواطن اللي هم نشأوا فيها. علاوة طبعا على الجانب المصري ورفضه التام لفكرة التعبير عن حركة الأفروسنتريك مجازا، او عن فكرة ان الزنوج هم اصل الحضارة المصرية القديمة، وده يمكن بالتحديد لأسباب كتيرة جدا. على الصعيد العلمي ليس هناك أي أدلة موثقة، وطبعا هناك أطروحات تحتاج إن احنا نستفيد فيها لمعرفة الدلائل المختلفة المتعلقة بالجوانب ديت وتفنيدها بعض الشيء، لأنها ليست لها أساس من الصحة على الإطلاق. لذلك المصريين سواء على الصعيد العلمي بيرفضوا الأمر دوت أو تلك الحركات. علاوة على ذلك على الصعيد اللي هو المتعلق بفكرة التأثر أكتر بالنسبة للمصريين بالعروبة عن ان هم يقولوا ان احنا ذو اصول زنجية بعض الشيء او ذو اصول افريقية الاصل. في النهاية حابين ان احنا نذكر ان هل لو كانت النوايا سليمة لحركة الافروسنتريك، فما هو الهدف منها؟ الهدف منها بمثابة إقامة تعاون بين الدول الافريقية المختلفة وبين الحضارة المصرية، وهذا ليس صحيح على الاطلاق، لان احنا بنشوف ان المنظور القائم على التعاون ممكن أن يحدث في مختلف الأنماط في المجالات المتعددة، ولكن ليس بنزعة تغيرات الهوية أو تغيرات متعلقة بالعرق أو تغيرات متعلقة بالجينات. هذا ليس السبيل لإحداث التعاون، ولكن يمكن التعاون أن يحدث ويمكن التطور البشري أن يحدث بدون المساس
بالعرق أو الجينات أو الأصوليات الحضارية اللي تم وضعها أو تم النشأ عليها منذ قديم الأزل. أشكركم جدا. دكتور إسلام محمد سعيد، دكتور الآثار المصرية والإرشاد السياحي وعضو اتحاد الأثريين العرب والمشرف العام لمركز عنخ لعلم المصريات.